معاشر الأحبة، إن مما يزيد المحبة بين المؤمنين زيارة مريضهم والتيسير على معسرهم وستر عيوبهم والتغافل عن هفواتهم وحسن الظن بهم وإلقاء السلام عليهم، كما أن التزاور والتواصل حق من حقوق الصحبة وهو يوجب من الله المحبة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. والمحب الصادق مرآة أخيه، إن استشاره نصح له، وإن أخطأ أخذ بيده وذكره، ولا يكون عونا للشيطان عليه. ففي صحيح البخاري أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فلما انصرف قال رجل من القوم: ما له أخزاه الله؟ وفي رواية قال: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. إخوة الإيمان، حري بنا أن نسعى لكسب أخ صالح يعيننا إذا ذكرنا، ويذكرنا إذا نسينا، وينصحنا إذا غفلنا، ويدعو لنا إذا متنا. فهذه هي المحبة الباقية يوم تتهاوى الصداقات وتنقلب يوم القيامة إلى عداوات. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكم من خليل سيتبرأ من خليله يوم القيامة وسيندم على صحبته وخلته، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.